السعودية بتحتكر نجوم العالم. السعودية قدرت ان هي تعمل فيلم رعب وفيلم اكشن لكل دول اوروبا. السعودية قدرت ان تخلي الدوري السعودي اقوى من دوري ابطال اوروبا. السعودية واخيرا نيمار على الارض الطاهرة المباركة. نيمار بيعلن ان الهلال نادي العز والفخر والكرامة. الهلال السعودي الزعيم الاسيوي بيحصل على توقيع نيمار في صفقة من العيار التقيل، صفقة هتغير مجرى الكرة في الشرق الاوسط بعد وجود كريستيانو رونالدو ونيمار والحكومة بنزيما وساديو ماني ورياض محرز ومندي. يعني الليلة بقت ضرب نار في السعودية. كلوب بيشتكي للفيفا من اللي بتعمله السعودية. الحقوا دوري ابطال اوروبا يا فيفا. السعودية احتكرت دوري ابطال اوروبا بنجومها بكل ما تمتلكه من امكانيات. الله على دولتنا الشقيقة، والله اكبر تعلو فوق كيد المعتدين. وفي نفس ذات الوقت الزمالك المصري اللي مسافر للأراضي الطاهرة المباركة إلى الأراضي السعودية عشان بطولة العرب لليد. كان في أزمة وحكاية ورواية، فيلم أكشن عمله مرتضى منصور وأولاده زي اللي عملاه بالظبط السعودية للدول الأوروبية، بس المرة دي كان مرتضى عامله الجماهير نادي الزمالك. مش عارفين نحل أزمة فريق كرة اليد ولا عارفين نسوي مستحقات المدير الفني اللي له 100,000 يورو، يعني بالمصري 4 مليون جنيه مصري. مش عارفين نسدد فلوسه، وعشان كده ما كناش قادرين نسافر نلعب البطولة. ولحد اللحظة اللي بكلم حضراتكم فيها لسه فرقة اليد ما سافرتش للسعودية، والمفروض ان البطولة هتبدأ بكرة الاربع بمشيئة الله تعالى. لكن الحمد لله ربنا وفقهم وقدروا يسعدونا، قدروا ان هم يجدولوا فلوس المدير الفني بعد ما اشفق علينا وحس يعني بينا ان احنا مش لاقيين ناكل. الراجل قال لهم هاخد 60,000 يورو دلوقتي و40,000 يورو بحد اقصى 1/9، وعشان كده هنبدأ ان احنا نسافر. طيب مش ده المشكلة، سافرنا هنعمل ايه يا استاذ احمد باشا مرتضى منصور بعد ما نسافر؟ يعني خلاص احنا سافرنا وهنلعب البطولة، هنلعب البطولة ولسه فرقتنا ما سافرتش لحد دلوقتي. هنلعب البطولة وما كانش ولا لاعب عنده يقين ان احنا هنسافر ان احنا نلعب البطولة. هنلعب البطولة وما عملناش طبعا تدعيمات، ده احنا كنا مش لاقيين ناكل يا راجل. هنلعب البطولة وما عملناش فترة اعداد. هنلعب البطولة واحنا رايحين وربنا يسترها علينا. شفتوا وصلنا لفين؟ شفتوا كنا فين وبقينا فين؟ كنا ملوك العاب الصالات، كان الكوماندوس في اليد. دلوقتي مش عارفين ان كنا هنقدر نكسب مباراة ولا لا. وربنا يسترها على فريق الزمالك، ويا رب يا رب يبقى اداء مشرف وما نتفضحش بسبب اللي عمله الاستاذ احمد مرتضى منصور، وبالتالي سيادة المستشار مرتضى منصور اللي بنحل الازمات في اخر لحظة عشان يطلع معالي المستشار يتباهى نجح احمد مرتضى منصور وامير مرتضى منصور في حل ازمة اليد. وخلاص حجزنا طيارة الساعة 2 بالليل، ولادنا هيروحوا يحققوا البطولة. ما تقلقوش عادي، يعني ده شوية فلوة وشوية يعني حنكش منكش، وان شاء الله ربنا هيكرمنا ونجيب البطولة. والحمد لله قدرنا ان احنا نجدد للاحمد الاحمر احمد الناري. خلاص يا زمالك كل احلامكم اوام، انتوا تأمروا احنا جددنا لاحمد الاحمر. بقى اقصى طموحنا واقصى فرحتنا ان بنجدد لكابتن نادي الزمالك. يعني خلاص
ما كناش قادرين نعمل حاجة غير ان احنا بنجدد لولاد النادي اللي لو قلت لهم امضوا على بياض هيمضوا، بس يحسوا ان قلوبكم على النادي. لكن الحمد لله، اللهم لك الف حمد وشكر يا رب، اخيرا خبر مفرح في الزمالك. الحمد لله عشت وشفت بنعمل تجديد للعيب حتى لو في كرة اليد. الله اكبر الله اكبر الله اكبر، فوق كيد المعتدين. ده كان حكاية الزمالك واليد، وكانت الفضيحة هتبقى بجلاجل. ما احنا لو كنا انسحبنا كنا هناخد عقوبة 2 ما نشاركش في اي بطولة خارجية. يعني لو كنا كسبنا بكاسم وحنكش للحناكيش ما كناش هنشارك في السوبر الافريقي. شفتم؟ ده غير ان احنا كنا هندفع غرامة قدرها 5 مليون جنيه، يعني يبقى علينا 4 مليون مش عارفين ندفعهم، ويبقى علينا غرامة 5 مليون جنيه. وده كله بسبب الحكمة الإدارية والحنكة الإدارية والخبرة الإدارية وابن معالي المستشار اللي خلاها بزرومي على الآخر. والله يا أخوانا يعني الحكايه في نادي الزمالك بقت بزروميا. عارفين شجر البزروميا اللي بيخش في بعضه ده؟ هي الموضوع بقى كده. ما تعرفش اليد منفذ على الطايره، منفذ على السله، وطبعا كلهم بينفذوا على كره القدم، والحمد لله كلهم بينفذوا على الديون. الحمد لله الديانه واقفين قدام باب النادي كله قاعد بيخبط، والنبي يا عمو يا عمو يا عمو انا مش شايف نفسي. وزي ما حضراتكم ما شفتوا كده ان الكهرباء ما قدرتش انها تستحمل خبر مفرح في نادي الزمالك، فقطعت علينا. والحمد لله كنا بنندى على عمو يا عمو تعالى يا عمو انا مش شايف حاجه يا عمو، لكن الحمد لله قدر الله وما شاء فعل. وهنكمل الفيديو يعني ما احنا هنفرح يا اخوان، يعني ما عملناش نفسي نفرح ولا ايه؟ ده معالي المستشار موصينا ان احنا لازم نفرح كلنا. ايوه هنفرح يعني هنفرح. وفي الوقت اللي الكهرباء قطعت فيه كان النادي الاهلي باع محمد شريف للخليج، لكن النادي الاهلي غير نادي الزمالك خالص. النادي الاهلي شم خبر ان احتمال يبقى فيه كوبري لمحمد شريف انه يروح الخليج ويرجع الزمالك. الاهلي يسكت؟ لا يا باشا، ده الناس دي يعني بالفلاحه كده ساقطين اداره صيع يابا. الناس جابت محمد شريف وقالت له بص يا شرشر يا حبيبي روح زي ما انت عايز، احنا كده كده مش عايزينك يا ابو الشراشير، بس انك ترجع تروح على بيراميدز او الزمالك اهو ده اللي احنا مش عايزينه بقى يا ابو الشراشير، عشان لو حصل ده يا ابو الشراشر يعني الجمهور هيولع فيك وهيولع في النادي وهيولع فينا، واحنا مش هنسيبك تمشي الا لما نضمن ان انت هترجع لينا، وبعد كده لما نوديك زي ما احنا عايزين. ابو الشراشر قال لهم انا معاكم في اي حاجه بس سيبوني امشي والنبي. ده الراجل اللي اسمه كولر ده لو جاب عجلاتي قعدوا في الفرقه هيلعبوا على حساب. سيبوني امشي. طيب يا ابو الشراشير هتمضي كده ان انت في حاله العوده لمصر يعني هتدفع 150 مليون جنيه لو رحت اي نادي غير الاهلي. امضوا يا بقى، امضوا وابصم بالعشره، انا معاكم في اي حاجه. المهم ان انا اخلع منكم، انا عايز اخلع بس سيبوني اخلع وبعد كده بنشوف الموضوع ده. بس محمد شريف يعني هو الاخر زي ما انتم شايفين بيضرب علينا الجرس والنور قاطع، او ربنا بيضرب الجرس والنور قاطع. سبحان الله، اصل احنا مشغلين المكنه، عندنا مكنه بقى اغنيه الحمد لله. المهم بقى نرجع لموضوعنا. محمد شريف شايف ان عبد الله السعيد قدام عينه لما راح للسعوديه وكان في نفس الشرط ده ورجع على بيراميدز وما دفعش حاجه ولا الاهلي خد منه حق ولا باطل. يا ترى محمد شريف هيمشي على نهج عبد الله السعيد ويبقى كوبري ويرجع تاني لبيراميدز او الزمالك، ولا محمد شريف اللي عمل رساله حب وود وشكر لجمهور النادي الاهلي هيحتفظ بحب جماهير النادي الاهلي له ولما يرجع لمصر يرجع للنادي الاهلي؟ ده اللي هنشوفه مع بعض في الايام اللي جايه. ما هو الموضوع مش هيطول، ده كلها لحد يناير، ولحد هنا بتنتهي حلقتنا. ويا رب تكون الحلقه نالت اعجابكم، ويا رب نكون دايما عند حسن ظن سيادتكم. واللي لسه ما دعمش اخوه باللايك مستني ايه عشان تدعم اخوك باللايك؟ يا ابني وصل صوتنا يا ابني، ده احنا بنشتغل والنور قاطع يا ابني، يا ابني ما ينفعش منك كده. واللي لسه ما اشتركش في القناه فضلا منك وليس امرا اشترك في
في القناة وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد وتكون واحد من أفراد أسرة ملعب أفندينا.